رساله جات لنا من العميل: يا هندسه الحقني انا بوظت عربيتي بنفسي. اول ما جات لنا العربيه لقينا العربيه جديده، ولكن صاحب العربيه قال: انا شفت ناس كتير على النت بتعمل صيانات وقائيه، فركنت العربيه في الجراج وجبت عدتي الجميله وبدات ان انا احل حساسات العربيه كلها من في تي، من علبه كناستر، من حساسات شكمان، وانقع كل ده ببنزين علشان انضفه واستلم افضل اداء. وبعد ما قفلت كل ده العربيه بقت بتاكل بنزين وتبرجل وتدخن اسود، واداء العربيه بقى زي الزفت. اول ما كشفنا على العربيه لقينا ان حساس الماء باظ بسبب الغسيل، وان علبه الكناستر اول ما نضفها ونفخ فيها جامد وحصل انشطار في الحبيبات اللي جوه العلبه كتمت وبقت بتحقن بنزين كتير، فبتشرق العربيه وبتخليها تدخن دخنه سود. مش كل حاجه تشوفها على النت تقرر ان انت تعملها بنفسك وانت مش مختص، فبدل ما تصلح العربيه لا تبوظ اجزاء وتدفع دم قلبك، ارجع للمختص اساله على آلية صيانه الجزء ده، او روح للمختص وريح نفسك علشان ما تغرمش وتبهدل عربيتك اللي لسه جديد. وبس كده يا صديقي، لو عندك اي مشكله او استفسار ما تنساش تتكلم مع عمار. سلام عليكم.